يقطع الطريق على مثل هذا التفكير؟ ما الذي يمكن أن يفعله؟ الذي يقطع الطريق على مثل هذه الأشياء هو استمرار الضغط المتواصل على من بيده الأمر الآن في مصر من خلال القوى الوطنية المدنية التي قامت بثورة 25 يناير من أجل تحرير ما يسمى بالإعلام القومي، الإعلام التابع للدولة، من كل القيادات التي عملت للنظام السابق والتي كانت أحد أركان غسيل أدمغة المواطنين والتي شنت هجمات عدائية على الثورة كما قال الأستاذ جمال، حرضت أحيانا على القتل. كل هؤلاء يجب أن يقالوا من مناصبهم، وعندما يقالوا من مناصبهم يتم تعيين قيادات جديدة وتخضع منظومة الإعلام المصرية التابعة للدولة لنمط من أنماط التنظيم الذاتي وتخضع لرقابة من مؤسسة دقة عامة مستقلة تعكس كل ما هو موجود في برلمان منتخب انتخابا حرا نزيها من قوى وطنية واجتماعية وسياسية، ثم تقوم هذه الدقة العامة والتنظيم الذاتي بالإشراف على منظومة الإعلام القومي وتضمن أن يكون أداؤه من أجل خدمة المجموع العام المصلحة الوطنية، ولا يكون أداة سوداء في يد طغمة حاكمة مثلما حدث في عصر الرئيس السابق حسني مبارك. أشكرك جزيل الشكر خبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا